نحيي عاليا الشهداء على امتداد خريطة الوطن، وعلى رأسهم شهيدي الجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين مصطفى الحمزاوي ونجية أدايا. نحيي عاليا كل المعتقلين السياسيين الذين استرخصوا حريتهم من أجل الكرامة ومن أجل العدالة ومن أجل الحق في الشغل والتنظيم ومن أجل التعليم ومن أجل الحق في حياة كريمة لأبناء الشعب المغربي. إننا كجمعية وطنية لحملة شهادة المعطلين إذ نخوض معركة وطنية تحت شعار نضال مستمر ومتواصل من أجل حق الشغل الخار والتنظيم على المستوى الجهوي، وبناء على خلاصات المجلس الوطني الأخير المنعقد بالرباط. هذه الخلاصات التي بينت وتبين مدى الديمقراطية ومدى التنظيم المتماسك للجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين من حيث القرار ومن حيث تفريغ الخلاصات. وإذ نؤكد على أن هذه المعارك هي على مستوى، والآن في هذا الأسبوع أمام كل الأكاديميات، ومطلبنا هو مطلب واحد في هذه المعركة رغم الشعار المؤثر لها الشعار العام، هو من أجل بث أو مواصلة الحوار المركزي الجاد والمسؤول على أرضيات المذكرة المطلبية للجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين الموضوعة لدى الوزارة الوطنية. تحية نضالية مجددة من هذه الحركة، وإذ نقول أنها سوف تحقق أهدافا، ومن بين أهدافها هو فرض لجنة تحضيرية لبناء التنسيق الجهوي للجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين. اللي بغينا يكون بالوحدة والتضامن، اللي بغينا يكون بالوحدة والتضامن، اللي بغينا يكون بالوحدة. وإذ نؤكد وندعو كل المعطلين والمعطلات للمزيد من الصمود والنضال بالتشبث بتطور الجمعية ومبادئها وبالهوية الكفاحية نفسها الذي خطه شهيديها وشهداء الشعب المغربي، ذلك من أجل إنجاح كل المعارك ومن أجل الوصول ليس فقط إلى الشغل والتنظيم، ولكن من أجل الوصول إلى الحرية والعدالة الاجتماعية من داخل المجتمع. إلى هنا نحيي كل الرفاق والرفيقات منخرطي ومنخرطات الجمعية من داخل الوطن الجريح. نحيي كل المناضلين الشرفاء على دعمهم لنضالات الجمعية. نحيي كل من ضحى الغالي والنفيس من أجل العدالة، من أجل الكرامة، ومن أجل الحقوق العادلة والمشروعة. وتحية نضالية لكم جميعا، وموعدنا في معارك نضالية أخرى من أجل حقنا الثابت والمشروع. ودمتم للنضال أوفياء. رفيقي وهيا بنا نواصل طريق